السلام عليكم أصدقائي المشاهدين. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على السياسة التعليمية لسلطات الحماية في المغرب أثناء زمن الحماية. السياق ديال هذا الموضوع هذا هو أنه درت واحد الفيديو على الأحداث ديال سنة 1965 وجاو بزاف ديال الناس تيقولوا لي علاش تقول أنه فرنسا عندها سبب في هذه الأحداث هذه لأنها ما قررتش المغاربة، وكيشوفوا شي وحدين ان فرنسا عطات تعليم عمومي مجاني لجميع المغاربه. هذه افكار مغلوطه تماما. بالمصادر الفرنسيه والمغربيه الكل يجمع على ان السلطات الفرنسيه النقطه السوداء عندها واللي مؤثره في الواقع ديال التعليم ديالنا اليوم كانت هي السياسه ديالها التعليميه في المغرب. علاش؟ فرنسا دارت تعليم فئوي في المغرب. فرنسا دخلت سنه 1912 وقعت على معاهده الحمايه. معاهده الحمايه هي كونترا او لا عقد بين السلطه الشرعيه اللي هي مولاي حفيظ والسلطه ديال الحمايه الفرنسيه. اشنو كيقول هذا العقد هذا؟ كيقول ان الحمايه او فرنسا غادي تلتزم بتحقيق تقدم ونهضه في مجموعه من الميادين، منها الصحه، منها الماليه العموميه، منها التعليم الى اخره. اللي كيعنينا هو التعليم. التعليم فرنسا ما وفاتش بالوعد ديالها. شكون السبب؟ السبب هو فرنسا في حد ذاتها والمغاربه كذلك. فرنسا الى بغينا يعني باختصار دارت تعليم فئوي. اليوطي كان واعي جدا، كان ذكي، كان في نظره هو انه خصنا في المغرب نحافظوا على الاوضاع كما هي. هذا الشيء اللي بغينا نتكلموا على التعليم في الحمايه، سنتكلموا على التعليم ما قبل الحمايه، لان بعض الناس خصوصا بعض السلفيين وبعض الدعاة اللي كيتكلموا في اي حاجه كيقول لك اسيدي كان عندنا تعليم متطور قبل الحمايه. اش من تعليم متطور؟ الدليل ديالو هو انه كاينين بعض يعني العلماء ديال الدين متفوقين يعني وكتبوا رسائل وكتبوا شعر الى اخره. التعليم عندنا قبل الحمايه ما كانش تعليم، كان تعليم فئوي خاص بالنخب. عامه الشعب كيعيشوا في القرى اكثر من 85%، والتعليم المتاح لهم هو تعليم يعني ماشي اجباري، ماشي عمومي، ماشي منظم. كاين اللي مسيد الا اخترت شي عائله تقري شي ولدها، راه كتولد العائله 12 واحد ويلا واحد تصيفطوا للمدرسه ولا ما تصيفطوش، لان الاخرين هم قوه للعمل يعني في الحقل الى اخره. هذا هو الواقع ديال المغرب. والدوله ما كتصرف حتى شي ريال على الشعب. لا هذا النموذج القديم، نموذج القرون الوسطى. الدوله غير كتدخل وما كتخرج، ما تدير لا تعليم لا صحه لا حتى شي حاجه. هذا هو الواقع ديال الدوله ما قبل الاستعمار. فاش جا الاستعمار دار ثلاثه ديال الفئات ديال المدارس. دار الفئه ديال المدارس الفرنسيه الاوروبيه، هذه موجهه للفرنسيين المؤمنين بالدرجه الاولى. المدارس الاسرائيليه هذه مهمه جدا غنتكلموا عليها. والمدارس الفرنسيه الاسلاميه دارتها فرنسا مدارس عموميه يعني بالاقطاب ديالها خاصه بالمسلمين. نتكلموا على ديال الفرنسيين. ديال الفرنسيين دايره بحال التعليم الفرنسي تماما. البرنامج ديال فرنسا، معلمين المكونين في فرنسا، التعليم الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، شهاده بكالوريا فرنسيه، هذه خاصه بالفرنسيين اللي هما ابناء المعمرين وكانوا كتاب. عندنا التعليم الاسرائيلي موجه لليهود المغاربه. اليهود المغاربه ذكيين بزاف، كانوا مقبلين. 90% ديال الابناء اليهود سنه 1930 كانوا كيقراو في المدرسه. واولا بعد قبل ما تجي فرنسا اليهود كانت عندهم هذه الاهميه ديال التعليم. كانت اول ثانويه في المغرب كانت يهوديه في تطوان سنه 1872. اليهود فاش جاوا الفرنسيين خلال القراءات ديالي بزاف ديال المصادر لقاو بان النخبه اليهوديه نخبه يعني عندها ما يتقال. الناس قارين الفلسفه، قارين الرياضيات، قارين الجغرافيا، قارين العلوم، عندهم واحد المستوى، عندهم واحد الالمام، عندهم نظره كونيه للعالم الى اخره، ما عايشينش في القرون الوسطى. وكانت عندهم هذا الادراك لاهميه التعليم. المغاربه دارت لهم مدارس، كانت مدارس قليله. المغاربه ما كانش عندهم اقبال كبير على هذه المدارس. علاش؟ لانهم كيعتبروها تورط مع الاستعمار، كيعتبروها اندماج مع الاستعمار، رفض بات لكل ما له علاقه بالاستعمار. هذا التعليم هذا غادي يعلمونا النصارى باش نوليو نصارى. يعني هذا هو الناس كيخبيو ولادهم باش داك القدام ولا القائد ولا شكون ما يديهمش. هذه المدارس كذلك الاسلاميه فيها فئات. كاينه مدرسه مولاي ادريس اللي مديوره للاعيان
النخبه المخزنيه فاس اللي هي اول مدرسه دارت كي تسنات هذيك المعاهده ديال 1912. درت واحد الفيديو على 1912 على الكواليس كيفاش كانت المفاوضات. الناس اللي متابعين القناه راه شافوا هاد يعني شي 3 ولا 4 الفيديوهات سميتهم كواليس معاهده الحمايه. هذه اول ثانويه موجه لابناء الطبقه المخزنيه كيقراو بواحد البرامج اللي قريبه للبرنامج الفرنسي، ومنهم ابناء ديالهم كيقراو ماشي في مولاي ادريس اولا في الثانويات ديال الاعيان، كيقراو مع الفرنسيين. من هنا جانا هاد الناس اللي عندهم تشبث بالبعثات الاجنبيه والاستمرار ديال البعثات الاجنبيه، يعني هما كيقراو بالبرنامج ديال فرنسا. غالبيه الشعب عندهم تعليم فئوي، اما تعليم مهني كيعلموهم مثلا في المدن الشاطئيه بعض المهن، كيعلموهم الاساسيات ديال الفرنسيه والاسماء ديال الاشياء باش تخدم مثلا في البحر، باش تخدم في لوزين الى اخره. وبالتالي هذا النوع من المدارس هي موجهه لتزويد السوق باليد العامله الرخيصه لفائده معامل المعمرين، ورغم ذلك الاقبال عليها قليل بزاف. يعني هذاك اللي كيقول لك تعليم موحد ماشي تعليم موحد للجميع. الا كنتي ولد فلان وفلان وفلان راه كاينه المدرسه ديالك، هادشي باوامر من الاول. كنتي ولد طبقه معينه راه كاينه المدرسه ديالك، انت ولد نجار كاينه المدرسه ديالك، انت ولد فلاح كاينه المدرسه ديالك. هذوك ابناء الاعيان ديال الامازيغ اللي في الاطلس داروا لهم مدارس ديالهم. المدرسه المشهوره ديال ثانويه ازرو، وكاينه في عين اللوح وفي خنيفره وفي هرمومو وفي مجموعه ديال المدارس. تعليم فئوي الغرض منه هو احكام السيطره على المغرب، ولكن عدم اللجوء او عدم الذهاب الى المدرسه كانت مشكله كذلك بالنسبه للمغاربه. ما كانوش واعيين الوعي الكافي. لان علاش؟ حتى المدرسه ما كانتش في التاريخ ديال المغرب. راه المدرسه نهار بدات في فرنسا في حد ذاتها، بدات التعليم العمومي سنه 1905، التعليم الاجباري للجميع راه دار بالقوه وبتعبئه مجتمعيه. جاء يعني انطلاقا من طالب اجتماعي، وانطلاقا كذلك من الدوله انها دارت مجهود. راه اي مجتمع غادي تبدا فيه المدرسه يعني كتبدا شي حاجه اللي ما عمرها كانت. المدرسه تنتكلموا على المدرسه العموميه الموحده المجانيه الاجباريه، وهذا الشيء اللي بداه المغاربه فاقوا معطلين مشى الاستعمار مزيان. انا ما تنقولش انه كان خصهم يمشيو ولا ما خصهمش يمشيو، ولكن هذا اللي واقع مزيان. غادي نجيو للارقام. فقط 3% من المغاربه اللي كانوا متمدرسين، المغاربه المسلمين ماشي اليهود، من المغاربه المسلمين اللي كانوا متمدرسين في المدارس الفرنسيه سنه 1939، وحوالي 14% سنه 1955. كيقراو ابناء المسلمين المغاربه 187 الف مغربي من اصل 1,300,000 متمدرس، منهم اليهود ومنهم النصارى. هذه احصائيات مهمه جدا. الاخرين فينا هما في المسجد اولا ما كيقراوش كاع، لان التعليم ماشي اجباري. كيمشي للحرفه، كيمشي يدير البيع والشراء، كيمشي يدير الفلاحه الى اخره. امام هذا الوضع هذا فرنسا كانت من الجنه والناس بالنسبه لها. لان علاش؟ فرنسا عندها تجربه في تونس، عندها تجربه في يعني في الشرق، في اسيا، يعني شرق اسيا عندها تجارب. هي قوه استعماريه وعندها تجارب كثيره في دول كثيره. لقات بانه الى كونت ودار التعليم مجاني ومتاح وكان عليه اقبال، لان جوج الشروط هي توجد، يكون عرض مدرسي ويكون طلب حول المدرسه، غادي يكون بالنسبه لها خطر. علاش؟ لان مثلا في تونس كانوا جوج حوايج. كانت اولا سمحت بالمدارس الخاصه، داروا الطاليانيين مدارس خاصه في تونس. ثانيا اتاحت لاكبر عدد من التونسيين تعليم بحال ديال فرنسا، ماشي تعليم مهني فقط محدود. والنتيجه هو انها خلقت ما يسمى بروليتاريا، او طبقه من المثقفين، او طبقه من الناس اللي واعيين اللي ولاو كيصدعوا ولاو مزعجين بالنسبه للسلطه ديال الاستعمار. في جميع الحالات هاد النقطه السوداء ديال التعليم او التجهيل ديال الشعب المغربي في البكالوريا. هذوك الناس اللي كيقول لك والبكالوريا سنه 1955 فقط 704 مغربي اللي نالوا شهاده البكالوريا، المغاربه المسلمين، منهم 200 قبل 1939 قبل الاحصاء ديال 39، ومنهم 504 55. يعني اكثر من 40 عام ديال الاستعمار، والنتيجه
هي 704 ديال الناس نالوا شهاده البكالوريا، وهذو راه المحظوظين ديال الفئه العليا من الطبقه المخزنيه والبرجوازيه الفاسيه اللي لا باس عليها واللي واعيه وباغيه وكتقاتل. يعني الوضع التعليمي كان كارثي جدا. وشنو غيعطينا هادشي؟ هادشي راه مؤثر. الاحداث ديال 1965 كان تاثير غير مباشر. لان علاش؟ الناس تكبوا من بعد الاستقلال بغاو مدرسه والعرض ما كافيش. هنا هذوك المدارس سواء ديال الراهبات سواء دوك المدارس اللي كانوا موجهه للفرنسيين، جميع المدارس الفرنسيه خداوها المغاربه وطلبوا من فرنسا انها تبقي عليها باش غير تغطي داك الطلب، ودارت المدرسه الوطنيه وولات عندنا عاوتاني مدرسه فئويه. ابناء الاعيان والطبقه والنخبه الاداريه اليوم كيقريو ولادهم. شوفوا غير الوزراء اللي عندنا، فلانه وفلان 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 راه قاريين، ما قراوش التعليم العمومي، ما كيعرفوش هادشي، ما قراوش هادشي. يلاه كاين وهبي هو اللي قرا في المدرسه العموميه وشي وحدين اخرين. المهم كنت واحد الوقيته درت واحد البحث كنقلب على السير ديالو. الاغلبيه ديال النخبه الاداريه والموظفين الكبار الناس قاريين في المدرسه الفرنسيه ديال البعثه. يعني باقي عندنا ورثنا من الحمايه تعليم طبقي فئوي، وهذا فقط للناس اللي كيعتقدوا بان فرنسا دارت لنا تعليم جيد. انا ما كنقولش بان فرنسا خلات نظام بنكي جيد، خلات ماليه عموميه جيده، خلات نظام ضريبي، دارت طرقان، دارت بنيه تحتيه، دارت قوانين، دارت بزاف ديال الحوايج. ولكن اهم حاجه هي العامل البشري ما استثمراتش فيه ربما الاهداف ديالها. بالنسبه للمراجع اعتمدت على ألبير عياش، المغرب والاستعمار، حصيله السيطره الفرنسيه، ريفي دانييل، المدرسه والاستعمار، سياسه اليوطي، ومحمد عبيد الجابري مهم جدا، اضواء على مشاكل التعليم في المغرب، وعلى كذلك سبيلمان، وعلى واحد المجموعه ديال المصادر الاخرى اللي كتكلم على الاستعمار بشكل عام، اللي كنت قدمتها ودرت لها مراجعه في القناه ديالي. نتمنى انني جاوبت على هذا السؤال هذا، وان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيوه وانكم تتفاعلوا معه من خلال التعليقات ديالكم. السلام عليكم.